السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى جينا لكم فيديو جديد، حاجة كده جميلة جدا. هو مش اليوم بتاع عاشورة، بس ايه، لقيت عندي لبن، رحت جبت كيسين بليلة، قلت ايه اعمل عاشورة. حاجة كده جميلة جدا، في منتهى الروعة. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا العاشورة عاملة ازاي، جميلة جدا، تحفة. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، ولو جديدة عندي في قناتي ما تنسيش تدعميني وتعملي لايك وشير وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا احلى متابعين في الدنيا. بص شكلها جميل جدا ازاي، كريمي والله، كمان مرة تحفة. جربوها على الطريقة دي هتعجبكم جدا. هنجيب بقى التزويق بتاعنا، هنزوق بقى التزويق على حسب بقى ايه التزويق عندك جوز هند وزبيب من ساعة رمضان، حطيهم. عندك مكسرات حطي، المستحب عندك اعمليه. بصوا شكلها تحفة جميلة. اوريكم شكلها بردك دلوقتي بالمعلقة، كريمي كريمي جميلة جدا، بتدوب كده في ذوبان في البق. بصوا، بصوا شكلها عامل ازاي، جميلة جدا، تحفة. حاجة كده في منتهى الروعة، ناعمة ولا مكلكعة ولا اي حاجة خالص، حاجة كده في منتهى الروعة. شفتوا شكلها تحفة وطعمها يجنن، واقسم بالله السكر مظبوط والدنيا تمام. حاجة كده في منتهى الروعة، ولا مكلكعة معاكي ولا اي حاجة خالص. امشي على المقادير دي ان شاء الله هتعجبك ما تنسيش بقى في التعليقات تقولي لي ايه رأيك. هنجيب بقى كيسين البليلة اهم. اللهم صل وسلم وسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يلا قومي، مستنيه ايه؟ قومي حلي بق عيالك بشويه عاشوره. جبنا كيسين بليله معاكم. انا صراحه ما عملتهاش، انا عملتها معاكم على القناه قبل كده. اللهم صل على النبي. بس انا دلوقتي اشتريتها، النوبه دي بقى اشتريتها، كسلت اقوم اعملها صراحه. جبت بقى البليله معاكم، كيسين البليله، وهنجيب بقى اللبن هيبقى سخن، هنفضي ده على ده. متنسوش بقى اللايك، اللايك اهم شيء. فضيناهم، هنحط بقى اللبن، هي البليله سخنه اصلا معايا، هندوبها وهنجيب بقى اللبن معانا. عامله زي المهلبيه بالظبط، حاجه كده جميله جدا. معايا اللبن اهو، ده كيلو الا ربع، لقيته عندي قلت ايه اعمله بدل ما يبوظ ولا حاجه. حطينا اللبن، هندوب وهنحط بقى التحليه بتاعتنا. السكر على حسب الرغبه معاكم، حاجه كده في منتهى الروعه. هنجيب بقى الشوية اللي ديت هنحط فيها المية، مش هنستخسر اي حاجة، كل حاجة هنعملها. هنجيب الكزرونة وهنحط فيها المية عشان يبقى مكانها اللبن وكل حاجة. هنحط النشا وهندوبها كلها ببعضيها. اه، هندوب بس السكر الاول وبعد كده ننزل عليها بالمية بالنشا. لو في لبن بالنشا مش اشكال، اعملي عادي، شغال، اي حاجة شغالة، اي حاجة مستحبة. حاجه كده في منتهى الروعه. في تكه بقى كده حلوه قوي، لو عندك كريم شانتيه حطي، ما عندكيش كريم شانتيه معلقتين قشطه بتوع وش اللبن هنحطهم في قلبيهم. دلوقتي بقى حطيت النشا معاكم وهدوب بقى كل المقدار ده كله. اه، التكه بقى اللي هتخليكي يبقى كريمي خالص هي المعلقتين القشطه او كريم شانتيه. دي صراحة هتخليها في مكان تاني، حاجة كده جميلة جدا. يلا انا شايفاك انت وهي، حطي اللايك انت وهي، مستنياك. مستنيك تجربيها وتدعي لي وتقولي لي ايه رايك فيها. حطيت بقى المعلقتين القشطه هم قدامك، دول اللي كان عندي متوفر صراحه، المعلقتين الكبار بتوع وش اللبن. عندي كريم شانتيه ماشي، مش هيضر ولا هيقول اي حاجه خالص. هندوب كل المكونات دي كلها ببعضيها لغايه لما النشا تلم مع بعضيها، تبقى عامله زي زي المهلبيه. حاجه كده جميله جدا، تحفه والله بجد، من غير اي حرفان. جميله تحفه. بص تقلت معايا اهي، جميله اهي، شكلها تحفه. انا شايفاك يا اللي مش هتحطي اللايك، حطي اللايك، اللايك مش بيكهرب. لو جديده عندي ما تنسيش بقى ايه تفعلي لي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنجيب بقى البولات بتاعتنا وهنفضيها. جبنا اي بولات الايس كريم، بولات اي بولات عندك حطيها عادي. انا كان عندي بولات الايس كريم وبولات التانية ديت، قلت احط فيها، حطيتهم فيها اهو.
بصوا شكلها يعني من كيسين بليله وكيلو الا ربع لبن عملنا بص الكميه دي كلها. حاجه كده في منتهى الروعه. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان اوصلك كل جديد. يا احلى حبايب في الدنيا، يا احلى اخوات في الدنيا. متنسوش بقى اللايك مش بيكهرب. يلا قومي انت وهي، قومي اعمليها لعيالك. يلا. بصوا شكلها تحفه جميله جدا. متنسيش اللايك وكلمة حلوة كده عليك على ذوقك. نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشوفكم بخير.